تمام. عشان كان ليها سؤال ازاي الطاقه بتتحرك في الجسم. اغلب السؤال ده او السؤال ده لما بيتسال لناس كتير شغالين في المجال ده بالذات مفيش حد بيجاوب عليه. بس هو الفكره عشان نعرف ازاي الطاقه، دايما انا بجاوب السؤال ده في اي كورس طاقه معلومه، ازاي الطاقه اصلا موجوده في الجسم، ازاي اتخلقت. احنا عارفين ان الجسم المادي طبيعه انه عادي خلق من ربنا حط لنا في القران طريقه خلق انسان والفرق بين الجسم المادي. وكده كده احنا بنشوف الجسم المادي قدامنا، يعني نطفه فعلقه فغربه فقبليها كان في حاله تزاوج وهكذا. وبعد كده الطفل بيتولد فبيبقى انسان عادي. لكن طيب ازاي الجسم المادي الاثيري او الجسم الطاقي اتخلق مع الانسان او وجد مع الانسان؟ في ناس يقول لك اتخلق مع الانسان، ما هو حلو انه اتخلق، بس انا عايز المراحل او الكيفيه اللي بيتولد بيها او بيظهر بيها. نعرف دي الاول. الفكره كلها بمنتهى البساطه ان الجسم البشري جسمنا كله عباره عن خلايا. اي خليه في الجسم عباره عن ايه؟ عباره عن ذره، والذره دي حواليها الكترونات، وكل الكترون حواليها مسارات، وكل مسار حواليه الكترون بيلف لفات معينه. فيزيائيا وحسب فيزياء الكم بيقولوا ان الالكترون بيلف حوالين الذره بتاعته لفه ردوديه، يعني رايح جاي في شكل رايح جاي، بيلف تقريبا اللفه بتاعته 1640 لفه في الثانيه الواحده. الالكترون بيلف في المسار حوالين الذره بس بيروح رايح جاي، ملوش حركه واحده، يعني الحركه بتاعته للاخر والاول نفس ده حركه الشكرات، نفس حركه الشكرات. هو الالكترون ما بيلفش لفه كامله، يعني كده كانه زي البندول كده، زي البندول، بس هو بيلف لغايه الاخر ويرجع تاني لنفس النقطه تاني. هو ليه النقطه دي بتاعته ينزل لغايه هنا تاني ويرجع تاني. تمام. الالكترون بيلف، فبقولوا ان اللفه دي بيحسبوها لفه، الالكترون الواحد بيلف 1640 لفه في الثانيه. طيب نفرض ان احنا عندنا المروحه دي بتلف. اغلب النجوم الفيزيائيين يقيسوا سرعه المروحه بتاعت الطياره، اللي هي ممكن لو حد واقف قدامها الطياره يمسكه، بتبقى 10 لفات في الثانيه. 10 لفات في الثانيه. الطياره المهوله دي 10 لفات في الثانيه. المروحه بتاعت البيبي بتاعتنا دي اقل، يعني بتبقى اكبر من كده، مش 10 لفات، اكبر تقريبا ما يقرب من 40 50 لفه في الثانيه. فما بالك لو احنا عندنا حاجه بتلف 1640 لفه بتطلع كميه طاقه رهيبه. الهواء اللي طالع من المروحه ده عباره عن طاقه لف الهواء، عباره عن شفط الهواء وتخريج. لو احنا عايزين نعرف الطاقه بتاعت المروحه قد ايه، حط ايدك على الموتور بتاع المروحه هتلاقي كميه سخونه رهيبه. ليه؟ ناتجه عن الحركه بتاعت المروحه نفسها بتاعت الموتور نفسه. فاللي بيحصل بالظبط ان احنا عندنا الكترون واحد او مسار واحد في كام؟ في 1640. طب احنا اي ذره في الجسم حواليها 7 مسار. اي ذره او اي نواه موجوده في الجسم فيها كام؟ فيها 7 مسارات، حواليها 7 مسارات، وكل مسار فيه الكترون. فهنضرب الرقم ده في 7، زائد ان نضرب الرقم ده بقى في مليارات. دي الخلايا بتاعت الجسم مليارات، ما نعرفش عددها قد ايه. يعني في ناس قالوا على الاعداد، يعني الدكتور مصطفى محمود في حلقه من الحلقات كان بيتكلم في اعداد طول الحلقه، وفي اخر الحلقه قال لك دي كلها نسبيه. يعني احنا مش متاكدين ان المسارات دي 100% ايه؟ بالعدد ده الخلايا. فيطلع كميه طاقه رهيبه. كميه الطاقه دي لو اتكتمت في الانسان او اتضغطت جوه الجسم الانسان مات. او مش مات لا، ده اتحل كانه شويه رمله عملوا كده. الدليل ان احنا لما بيكون عندنا سخونيه الدكاتره بيعملوا ايه؟ بيكتبوا حاجه للسخونه عشان تهدي السخونه، لان كميه السخونه لو درجه الحراره لو طلعت رقم معين الانسان تعتبر مات. عدت ل 40 بشويه الانسان مات. طيب في نفس الوقت يجي يقول لك ايه؟ في فتره من الفترات بيجي يقول لك ايه؟ يعني انا ابني جيت عمر وهو صغير، الدكتور فيصل قال لنا ايه؟ كان حرارته ما بتنزلش. فالدكتور قال لنا ايه؟ روحوا هاتوا بانيو، كان في عز الشتاء، بانيو صغير كده او طشت، وحط ميه ساقعه فيه وحطه فيه. تجننت؟ قال لك هو ده الحل. بعد ما عملنا التحليل قال لك هو ده الحل للعلاج، وفعلا كنت بعمل كده، كنت اروح جايبه، طبعا كان حاجه صعبه عليه الطفل وبتاع. فكان ليه طيب بيعمل كده؟ عشان يعمل انتعاش للخلايا بقدر الامكان، لان الخلايا مشكله ان احيانا بيبقى الخلايا اللي المفروض انها تخرج الطاقه
الحراره دي جوه الجسم بتبقى عندها مشكله، عندها خلل فما بيخرجش، فيحصل سخونه عاليه جدا، فيبدا يدوا ايه مثبطات الحراره عشان تهدي الحراره دي. او ان هو انا احط كمالات عشان تفتح المسام عشان تطلع تحاول قدر الامكان تطلع جزء كبير من الحراره. او ان انا اخد دش ميه ساقعه، ليه؟ عشان تعمل عكس ريفريش، تخلي الجلد يفتح المسام بتاعته بسرعه وتطلع كميه حراره جامده، فتطلع كميه حراره. تخيل انت بقى لو دي اتكتمت في جسم الانسان هيبقى عامل ازاي؟ زي شويه رمله وقت عامل فيهم كده. فده بيطلع في الجسم. لو قلنا ان ده بني ادم، الطاقه دي بتطلع في الجسم على هيئه طاقه بنسميها طاقه مغناطيسيه، بتخرج بتاخد معاها كميه حاجات من الجسم، بتاخد معاها الطاقه دي بتطلع بتاخد معاها الوان الاجهزه اللي جوه الجسم، لان الطاقه دي طالعه من الجسم فبتاخد امتداد المكان القريب منه، لان هي عباره عن طاقه هلاميه. فلما تحت كاميرا الكليه بتبان كانها بتسحب اللون، يعني لو جت عند المعده فبتاخد اللون اللي موجود في مكون المعده او غشاء المعده اللي هو لونه اصفر. حته ايه؟ يعني ايه الطاقه بتاخد لون الحته اللي طالعه منها؟ الاجهزه اللي جوه الجسم بتاع العيله دي، عندنا كبد وعندنا كليه وعندنا قلب وعندنا روحات، دي عباره عن ليها الوان. بمعنى ايه ليها الوان؟ الشكرات لها الوان، لا مش الشكرات، لها الوان. الاجهزه ليها الوان. الاجهزه دي الاعضاء دي ليها الوان. ايه المقصود بالوان ده؟ ايه المقصود باللون هنا؟ باللون، يعني مثلا الكبد ده ليه لون، اللون بتاعه احمر غامق جدا. قصدك طاقته يعني؟ لا هو العضو نفسه له لون. لون. القلب ليه لون، القلب لونه اخضر مش احمر، يعني احنا بنرسم القلب لونه احمر، لا القلب تحت العمليات لونه بيتصفى من الدم يبقى لونه اخضر كجهاز، كحته لحمه. لو حد مثلا عزكم الله مثلا ده بعد ريحه وجاب القلب مثلا وبعد شويه قال لك ان في ناس بياكلوه كده، فيجي مثلا يشوف القلب يلاقي القلب مش لونه احمر، حاجه كده شبيهه قريب قوي من الاخضر، هو مش اصلا مش احمر. المعده بيبقى واخده اللون بتاع حاجه اسمها غشاء المعده وده لونه اصفر. اصفر غشاء بيبقى من جوه كده، من جوه لونه اصفر. طيب احنا الوقت حاليا بره مصر في بعض الدول اوروبا وبعض وفي امريكا بدأ يظهر حاجه اسمها الاشعاعات المجسمه. الاشعه المجسمه دي عباره عن اشعه بتبين كل الاعضاء اللي جوه الجسم بالالوان الطبيعيه بتاعتها، فبيبقى سهل قوي على الطبيب انه يقدر يشخص بمنتهى البساطه. يعني انا دلوقتي بعمل سونار، عايز اقول لكم دكتور اقول لكم مثلا ان في ناس بيقعدوا في السونار بسنين تعليم وممكن يبقى مش عارفين يوصلوا لحاجه معينه. السونار يعني انت حضرتك بتروح للدكتور مثلا، روح الدكتور حطه على جسمك كده، بص الدكتور يقول لك انا مش عارف ايه وفي هنا ايه، وانت تبص كده انا بعمل نفسي مش عارف، انا بعمل نفسي عارف في حاجه شايف، انا مش عارف اصلا هو شايف ايه. شايف ايه؟ يعني انا قريب كنت عند الدكتور بتاع عشان عندي كميه نسبه املاح، فرايح قلت على زميلي انت تعالى اوريك الكليه بتاعتي، فحلو وراني الكليه. انا بدرس السونار قبل كده فوراني شايف الكليه ماشيه ازاي مش عارف ايه، انا عمال ابص وراه طيب. في الاخر بعد ما خلصت قلت له ولا فاهم حاجه من الكلام ده كله، قول لي بقى الموضوع ايه، فقعد يفهمني اصل نسبه الاملاح مش عارف بتبقى ايه ويبين على الجهاز، هو فاهم ده. انما لما يكون عندي جهاز بيطلع لي بقى الكليه بالالوان، فاللون بتاع الكليه مثلا وليكن اللون بتاعها احمر، فانا شفت الكليه احمر، فوقيها كده لون ابيض، ايه ده يا جماعه؟ ده شويه دهون، فيها مثلا حاجه سوداء كده، ده شويه مثلا صديد، فتبين لي الدنيا ماشيه ازاي. طب استاذنك نفس الوان الاعضاء الرئيسيه. هقول لك تمام. فالفكره كلها الطاقه وهي خارجه، الطاقه المكتومه دي كميه الطاقه دي وهي خارجه بسبب سرعتها بتاخد الوان، فكل مجموعه الطاقه خارجه من المكان ده، عشان كده بتتكون ما يسمى ايه بقى؟ الوان الشفرات. الشجره بتاخد من الالوان، تبص تلاقي اللون الاول خلاص بيبقى لون بسيط كده، الطاقه اللي هي الفضيه اللي هي بسيطه، بعد كده لون مثلا اخضر، لون احمر، لون مش عارف ايه، لون اجهزه، فيقول لك الطاقه ليها الوان. طيب ده بالنسبه للهالات. طيب الهالات دي برضه بتطلع لون الشجرات اللي في الجسم. يعني ايه؟ طيب يعني ايه شجرات اصلا؟ يعني احنا كده بنتكلم عن الطاقه، عرفنا ان وقت الهاله بتتكون نتيجه خروج الطاقه الكهرومغناطيسيه الخارجه دي. طب الشجرات بقى، الشجرات دي الغدد بتاع الجسم. فيزيائيا حسب فيزياء الكم وحسب النظريات اللي عملوها اطباء الكم، قال لك ايه؟ قال لك ان الطاقه مختلفه هنا، يعني مثلا عندنا الذره دي العاديه، الذره بقى عند الغده عامله ازاي؟ قال لك دي نواه. النواه دي حواليها الكترون
حوالين المسارات. طيب ادي ايه؟ ادي الالكترون وادي التاني وادي التاني، المفروض ده بيلف. الغريب بقى ان الالكترون ده نفسه ليه نواه جواه، والنواه دي ليها الكترون تاني بيلف حواليها، فتبقى ده في الغدد بس. ده في الغدد بس، دايره معقده وما بتنتهيش بقى. ما كل بتنتهيش. ما ندخل نلاقي صح؟ فعشان كده لما بيجي تحت الكريم بيقول لك الحته دي منوره، بيقول لك ده غده. مش بيقول شقره بس، لا دي غده. فعشان كده الشقرات الرئيسيه عند غدد، وعشان كده اغلب الامراض ايا كانت الامراض دي بتنتهي في الاخر في اعاده نشر اي دواء. هتبص تلاقي تنتهي في مشكله في غده يا زياده يا نقص. يعني انا زوجتي كان في مره والدكتوره تابعت معايا، كان عندها قصه حمل وبعد كده سقط والكلام ده كله. قعدنا نتابع فتره لغايه الدكتور ما جه فتره قال انا شايف ان كل حاجه تمام، عملنا سونار وعملنا حاجه لغايه ما جه في الاخر قال لي انا عايزك تعملي وظائف غدد. ليه في حاجه يعني؟ قال لي اعمل لي بس وظائف غدد. عملنا وظائف غدد فطلعت الغده الدرقيه عندها فيها نشاط زياده عن اللزوم. فقال لك هي دي السببين السقط. ان سقط بسبب الموضوع ده. طب ايه الحل؟ قال ولا حاجه، هتاخد المشن هتمشي عليه فتره طويله 6 7 شهور كده. علبه كده بطرمان كده، قال لك تمشي 7 شهور. فلما نروح للدكتور تاني فالدكتور شافها وراح قالت له انا باخد ده. قال لها انت عندك زياده في الغده؟ اطلع منه نشاط. قال لا مفيش مشكله، هو مش مضر بس هو بيعدل الغده خصوصا الغده الدرقيه لان فيها مشاكل جدا في حته الحمل. فهكذا فالغدد الحته عندها مركبه قوي. فمن هنا بقى ظهرت ايه؟ ان هنا المراكز دي بتبقى منوره. فلما قارنوا المراكز اللي هي الغدد بالشقرات القديمه اللي كان اللي اتطرحت في السن قبل الاشاعات، فقال لك بس عند المراكز دي في غده فوق الدماغ من هنا، في غده في الرقبه من هنا، في غده في الجبين، في غده في القلب، في غده في عند البطن من جوه، في غده عند الصوره من تحت، في غده عند يعني لو حد بيشتغل على الغدد كانه بيشتغل على شخص بالظبط. انت لا، هو لو اشتغل على الشقر كانه بيشتغل على غدد، لان مفيش حاجه اسمها اشتغل على غده. مفيش حاجه في الطاقه ان انا اشتغل على غده، الغده اصلا صعب ان حد يشتغل عليها. طاقه الغده يعني ممكن مش انت عارف اقول لك على حاجه؟ المشكله ان طاقه الغده يعني الغده الواحده طاقتها اعلى مني كانسان. شوف الدنيا مركبه صعبه ازاي. يعني ايه؟ يعني المفروض عندي 7 غدد طاقتها عاليه جدا، بس لما اشتغل عليها بايدي، لو انا اشتغلت لو فرضنا مع ان ما بيحصلش ان انا اشتغلت بايدي على غده، ايدي هيحصل لها شلل من كميه الطاقه اللي خارجه من الغده. لكن انا ممكن اشتغل على الشقره، على مركز الطاقه اللي خارجه من الشقره دي، فانا الى حد ما اعدل الغده. وعشان كده لما بنشتغل على شقره، لما حد يقول لك معلش انت عندك نزيف طاقي في الشقره الفلانيه، اصل انت عندك احتقان في الشقره الفلانيه، اللي بيحصل ان حضرتك بمنتهى البساطه لما اشتغل على الشقره فان بالظبط اشتغل على الغده. فدي اول حاجه ازاي وجدت الطاقه، ومن هنا وجدت الطاقه. هنا ولاده الطاقه، الطب البديل او الطب التكميلي زمان. تمام؟ هنا بداوا يقولوا ان في طاقه مغناطيسيه خارجه من جسم الانسان. ليه مغناطيسيه؟ لانها جذابه وفيها كهرباء نتيجه الخلايا العصبيه بتخرج من الجسم وبتاثر على الاجسام اللي حواليها. عشان كده في بعض الناس احيانا ممكن يكون حصل لكم، ابقى انا مثلا خارج اروح لمس الباب كهرباء. انا بعمل كده بعد لو انتوا ركزتوا شويه هتلاقي ان انتوا بعد ما بتتكهربوا اول حاجه بتحس ان الحته دي نملت. الحته دي لو ركزتوا هتلاقي تنميه بسيطه كده، وهتحسوا ان صباع الرجل الكبير لو انت حافي في تنميه. المكانين دول بالذات يعني؟ في اي مكان. ليه بقى؟ لان الغده اللي هنا الغده الصلبانيه بتروح ضعيفه، غده ضعيفه، فبتفرز افراز مره واحده كده بالكهرباء، بتفرز افراز حاجه اسمها الافراز الاميني لحمايه الجسم مره واحده. الجسم ما يقدرش يستعمله، فبيعمل ايه؟ بيعمل نفره عصبيه جدا. للاسف صباع الرجل الشمال واليمين اللي هو التخين ده، الصباع ده فيه خلايا عصبيه ضد الكهرباء اللي هي بتساعد على الكهرباء. عشان كده عفوا والله الناس اللي هي بتبقى رجلها مبتوره دول لو تعرضوا للكهرباء مش بيحسوا بها بالسلك. يعني طبعا اللي يتعرض للكهرباء يموت، بس ده ممكن يمسك السلك بعديها مثلا بكام سنه لما يحس بالكهرباء. بعكس مثلا اي حد. يعني انا في الشتاء مثلا، انا كسعيد في الشتاء مفيش حاجه، انا ممكن جسمي كله ما يسقعش، بس صباع رجلي ديت عامل معاها مشكله، فرجليها صباع رجلي التخين ده لو سقع جسمي كله يتنفض.
هو سقع. في ناس يقول لك انا لو سقعت في ودني، انا رجلي برضه. يقول لك لو ودني سقعت تبقى كارثه في الشتاء. بتاع الودن دي بقى حل ايه الحل؟ حاجه اسمها ده اسمه مسخن الثلاثي. تعمل ايه حضرتك؟ تروح ماسك كانك بتتوضا، هتمسك ودنك من هنا كده وتفضل تلعب من جوه لبره كده فيها، ويا سلام لو حابب تحط بيد صباعك بشويه زيت زيتون تعمل كده هتلاقي جسمك كله سخن. ده اسمه مسخن الثلاثي في الجسم. انما بقى الناس اللي رجليها بتسقع دي بقى لازم تدفي رجلها، ده مفيش حل. تمام. ايه سبب الكهرباء اللي اصلا بتحصل كل ما اقعد يعني في الكورس ده تحديدا، كل ما اقعد ده تحديدا كرسي محقق الكهرباء ده نتيجه بمنتهى البساطه اللي بيحصل ان الطاقه بتاعتك بتبقى عاليه جدا قصاد ان الجمال او الجزء المكان اللي انت لمسته طاقه موصل كهرباء نتيجه حاجه ثانيه. ممكن يكون موصل كهرباء من شخص ثاني، ممكن يكون هو اصلا في موجود كهرباء من المكان اللي هو فيه. هو نوعيه الكراسي نفسها كده يعني انا لسه اكلمه قال لي كده ممكن يكون من بلاستيك مش من حديد بس. هي الفكره كلها ان هو بيبقى فيك ان الاجسام اللي حوالين فيها مغمضه فبتجمع، فانا ما اضمنش. انا الفكره كلها هي بتبقى على فكره انت ممكن تكون بتتعرض ليها وانت بتقعد على الكرسي من غير ما تحس، بس هي الفكره كلها في ايه بقى؟ بس في لحظات بتبقى حاجه ان هي في لحظات تبقى انت ايدك عريانه والمكان عريان فتحس بيها. انما انت لما تيجي مثلا انت لابس بنطلون فتيجي تقعد على الكرسي انت ممكن يحصل لك ده بس انت مش حاسس بحاجه. انا بحس هنا بس. انا عايز اقول لك ان ساعات بحس وانا بلبس اللبس بتاعي يعني خصوصا الجينز، لما حد يجيب الجينز مثلا ساعات ممكن يحس بيها، يحس يعمل كأن حاجه بتتكسر كده كهرباء. او ان حد بيلبس حاجه بروستر ويجي يلعب ما يعرفش ايه. يقول لك انا حسيت ان كان في حاجه هنا حاجه بتشد كده ويفضل يقلب في اللبس بتاعه يقول لك اصل انا حاسس ان ده اتقطع. انا برضه كانت مره تلبس وبعد كده حاسس بحاجه كده طول الطريق ماشيه ما تعمل كده بص على اللبس الثاني يا بنتي في ايه؟ انا حاسس ان هو قطوع ايه؟ ابص يمين وشمال ومفيش حاجه. والناس خدوا بالنا واحنا ماشيين في الشارع بقى اجي وراها كده اروح باص كده. طب الناس تقول ايه طيب؟ مفيش حاجه والله يا ابني البلوزه فيها حاجه يا ابني بنت والله ايه اللي حصل؟ طيب تقول لي قلت لها بس امشي مفيش حاجه اتقطعت بس هي نتيجه اساس الكهرباء وانك بتسمع وتحس بالحاجات دي بالطاقه دي. طيب ده بالنسبه للحته اللي هي ايه؟ ازاي هو الطاقه. طب ازاي الطاقه بتتحرك في الجسم؟ عشان نخش بس على الشغل بتاعنا بقى لان ده مهم عشان تعرف برضه ايه السؤال ده مهم عشان تعرف ازاي تشتغل. طيب هنقول اللي ده ايه؟ يعني ده بني ادم يعني كانه بني ادم هنا راسه وايه وعينيه وده بقيه الجسم. الفكره كلها ان الطاقه بتشتغل في الجسم ما بتشتغلش يعني ان مثلا الشفرات ماشي لما حد بيرسم لي شفره يقول لك ادي شفره اهي شفره اهي شفره اهي وفي بني ادم في النص دي. لكن الطاقه بتشتغل ازاي؟ بتشتغل ان حضرتك لما بتتنفس الطاقه بتفضل ماشيه كده تمشي في الجسم بالطول تمشي مع النفس مع النفس لغايه ما تيجي هنا منطقه دانتيان او منطقه الطاقه او منطقه مخزون الطاقه. تبدا هنا يحصل حاجه اسمها تبديل الطاقه الجسديه لطاقه من طاقه الكترونيه لطاقه لا الكترونيه. يعني حضرتك لما خدت نفس من هنا خدتي الاكسجين وبدات تشتغل هنا فالخلايا العصبيه بتاخد الطاقه دي بتفضل تسحب الكهرباء اللي فيها تسحبها لغايه ما تيجي هنا تروح مفضيه كل الكهرباء اللي هنا. اصبحت الطاقه عباره عن سخونيه ملهاش اي قوه. يعني عارفين اقول لكم على حاجه تسمعوا انتوا عن حاجه اسمها في الطب حاجه اسمها الدم المؤكسد الدم غير المؤكسد. طيب الفكره كلها اللي فيه الدم بيخرج من وريد معين او من شريان معين الدم غير مؤكسد او بيدخل القلب الدم مؤكسد. الدم بيدخل القلب غير مؤكسد بيختلط مع الاكسجين بيبقى اسمه ايه او بيبقى ايه خلاص بقى مؤكسد يبدا يخرج من اورطه ينتشر في الجسم. اقول لكم على حاجه ثانيه افضل عايزين ندي مثال افضل ما نخش شغلات كده. عارفين الفلتر بتاع الميه؟ الفلتر بتاع الميه كل اللي بنشوفه ان هو بياخد الميه من الحنفيه يبدا يشغلها عشان ينقيها في 7 مراحل. ففي ناس يقول لك ايه المراحل ال7 وحشه حتى المرحله الثالثه وانا يقول لك هات ال5. طب ايه الفرق؟ الفرق ان ممكن يكون في فلتر منهم بيمنع الاملاح ومش عارف فلتر منهم بيمنع المعادن حاجه زي كده مش خبير في الحته دي. انما ان في فلتر بيمنع حاجه وفي فلتر بيزود حاجه. اللي بيحصل ان الطاقه اللي داخله من الجسم من هنا لغايه ما توصل هنا بيسموها طاقه فيها كهرباء.
تيجي هنا من مجمع الطاقه يبدا ياخد الكهرباء دي يروح يشغلها جواه، وتبدا الطاقه تطلع هنا طاقه عباره عن حراره فقط لغايه ما تخرج من الفم شبه الاكسجين، او تخرج من الجسم شبه الاكسجين. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا عندنا بقى ايه؟ في مركز هنا، في مراكز ثانيه هنا في الحته دي كده، اللي بيسموه جماعه بتوع الفراعنه او ريكي يسموه عمود الطاقه او عمود النور. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن مركز بياخد الطاقه من هنا، بياخد الكهرباء من هنا ووزعها على الشفرات بقى. ادي شفره يروح موزع عليها الطاقه هنا بتاعتها، ادي الثانيه يروح موزع عليها الطاقه هنا، الثالثه يوزع الطاقه هنا، فبيعمل بيزود الكهرباء فين؟ في الطاقه لغايه ما الطاقه تطلع فوق لغايه فوق. يبقى هنا بيحاول ده بيوزع الطاقه على الجسم اللي هو دانتيان. ده جاي مصدرها التنفس. ايه؟ هو دانتيان هو عمود النور؟ دانتيان ده بدايه الطاقه اللي بتطلع من النور. ايه؟ شكله العجان؟ لا، دانتيان تحت السره، العجان ديت تحتيها، العجان هنا. تحت الصورة بصباعين؟ ايه؟ تحت الصورة بصباعين؟ بس باربعه باربع صوابع، لو الصباع اتحط على السره هي الراس صباع الرابع. انا قريت على يوتيوب حد بيقول ان في لور دانتيان، في ميدل، وفي هاير دانتيان. ما هو الفكره كلها احنا عندنا دي السفليه، في هنا عند القلب، عند القلب بالظبط دي الوسط، وعند الجبين من هنا دي العليا. دي كلهم مخازن طاقه، بس دي بيسموها المخازن الاحتياطيه، دي مش يعني قويه، بس مش قويه مش قوه دي المشكله كلها. اللي بيحصل عندها دي اللي بيحصل عندها التبادل، عامل زي ايه؟ محطات المترو، في محطات مترو تبادليه بالكتير. ايه؟ بالظبط، بس احنا ما عندناش مكان تاني للتنفس من الرئه. تمام؟ لكن عندنا حاجه ايه؟ المترو مثلا، المترو كل المحطات فيه بقى الوقت في محطات تبادليه، بس الاساسي اللي معروف عندنا مين؟ الشهداء والتحرير. دول محطات اساسيه. لكن لما تيجي مثلا تعمل لي محطه ثانيه برضه هتبقى مهمه، لكن مش مهم، مش بقدر المحطتين اللي قدام دول. ده نفس الموضوع دلوقتي. احنا عندنا ايه؟ ده هو ده اللي بيحصل فيه المشاكل، القوه كلها. فبيمشي، فهنا العمود ده على فكره ما بيمشيش زي ما انتم شايفين كده مستقيم، ده بيمشي كده متعرج. ده اللي هو شكل الكونداليني على حسب. ماشي، وبعد كده بيرجع كده. ما بين كل تعرض من دول في شجره. يعني بيبان تحت الكاميرا كده. هو الفكره كلها انها عباره عن زي كانه سلك بيودي بس الطاقه للشجره. خلص الشجره دي خش على اللي بعدها، خش اللي بعدها. فبتمشي. رجع تاني ليه؟ لان هو كده طالع. مش راجع. لا، هو مش راجع، هو كانه بالظبط عامل زي الحبل جواه الشجره من هنا. ماسك بيقفلها بس مش اكتر، انما ما بيرجعش. يجي كل ما يتنفس الطاقه تمشي هنا، تيجي هنا تروح راجعه بده، واللي يطلع هنا ده اسمه فارغ ملوش اي قيمه، لكن المهم اللي هو داخل هنا. فالطاقه تمشي تعتبر في نص جسم الانسان، تمشي كده تروح جايه كده، اللي هو الجسم الخلفي. عشان كده قدر الله لما حد يقول لك حد اتلبس، الناس بتفهم ان اللبس ده ان الجن ولا حاجه زي كده. مش عايزين نتكلم في الموضوع عشان الناس بتخاف، بس اللي كده في ايه؟ ان يقول لك ده في حد بيخش جوه، بس الجن داخل جوه الانسان. الجن ما بيخش جوه الانسان، الجن بيبقى بره لابس الظهر، دايما بيبقى في الظهر. عشان كده مثلا احيانا يقول لك لما يجي مثلا يقول لك في معالج القران هيطلع جدي ولا حاجه، فاقول لك ايه؟ خلونا ايه معالج؟ يقول لك لا، خلوه قاعد، لازم يقعد. لان الجدي كانه بالظبط قاعد فيك، لابس فيك من ورا، فانت بتقعد عليه وبتنام عليه. لان الجزء ده هو اللي شغال، الجزء ده اللي في الطاقه اللي هو بيستفيد منه. بالظبط. لان بص الجسم الخلفي ده هو اللي في الطاقه. عشان كده دايما لما نقول العالج الاغلب الاول يعالج الجزء ده كتير قوي. العالج اللي قدام مهم لان في طاقه مفيش مشكله، لكن نسبه اللي ورا اهم بكتير من اللي قدام. الشغلات الاماميه مهمه والشغلات الخلفيه مهمه، لكن اللي ورا بيبقى الضغط فيه عالي. عشان كده مثلا نقول لك ايه؟ لما نيجي نعالج نعمل ايه؟ يقول لك الناس يقول لك في مدارس زي البراءه، يقول لك لا، انا بالنسبه لي اهم ان انا اعالج الامان. ليه؟ لانه ضعيف. هي وجهه نظر. الشكرة زي الأمامية قصدك؟ الشكرة الأمامية هي وجهه نظر، بس الفكره ان احنا نعالج كله. لكن هو الفكره لما نيجي نعالج الامان والخلفي، كل اللي بيحصل ان احنا بنعدل الطاقه بتاعت الخلفي وبنزيد الطاقه هي الخلفي ده بحس ان هو الماضي دايما. ايه؟ بحس ان هو الماضي، يعني تاريخ الشكرة. هو مش كده، احنا ده وجهات نظر فلسفيه، لكن هو طبيا بقى لا، هي فيها طاقه زياده هنا. الطاقه بتاعتها زياده هنا واسعه. عشان كده اغلب الشفرات بتلاقيها عامله كده، الشفره بتبقى عامله كده، ماشيه عامله كده
ادي الفتحه الخلفيه وادي الفتحه الاماميه. ايه اللي حصل؟ الفتحه الخلفيه دايما قويه عشان تطلع الطاقه بسهوله جدا، العكس اللي كانت الاماميه لا صعبه شويه. ليه؟ لان عشان الطاقه اللي خارجه من هنا بتبقى طاقه مكثفه، الطاقه النقطه بتاعتها عاليه جدا. كده الطاقه ماشيه في الجسم ازاي؟ شكرا. تمام؟ طيب